كتير، معايا برضو واحد كمان يخليك تتخيل حاجات كتير. يعني الاستاذ عبد الرحمن شويخ ده هيخليك تتخيل حاجات، ايه اللي بيحصل في الانديه، ايه المستقبل في الانديه، ايه ايرادات الانديه، ايه الخساره اللي في الانديه، مين اكتر انديه كسبت خسرت، مين اكثر انديه ماشيه بشكل محترف فبتقدم مصروفاتها ومصاريفها بشكل محترف. في انديه عندنا في مصر بتعمل كده ولا الانديه دي مش موجوده عندنا في مصر؟ يعني الانديه، طب مين اكتر انديه كسبت السنه دي في 2022؟ استاذ عبد الرحمن شويخ، صباحك زي الياسمين. صباح الفل يا كابتن، ويعني دايما بسعد بحضرتك وبكلام حضرتك دايما، وكلام حضرتك وسام على صدري دايما، يعني ربنا يخليك وما نحرمش ابدا من ذوق حضرتك. انا بالعكس، انا من معجبينك في ان انت راجل دايما مختلف، ودايما بتدور ان انت تبرز الصورة المحترفة في عالمنا الكروي بشكل very professional. يعني دايما انت كلمة صناعة انت اللي بتأديها مش الأندية، كلمة شركة انت اللي بتأديها مش الأندية. فبصراحة انت بصراحة منور المنطقة دي بشكل مميز جدا قوي قوي قوي. أندية كتير خسرت كتير قوي في 2022. صحيح. مين بقى؟ احكي لي. احنا اصدرنا دوري الشرق المالي النسخة الثانية في 2023، وده كان بيتضمن تحليل للنتائج المالية للأندية في المنطقة العربية. للأسف الشديد في مصر مفيش غير نادي الأهلي ونادي الإسماعيلي اللي قدرنا نوصل للنتائج المالية بتاعتهم. نادي المصري ونادي الاتحاد ونادي الزمالك فيهم اللي نشر وما أعلنش، وفيهم اللي لا نشر ولا أعلن ولا عمل. ودي موضوع يعني مش كويس، لأن النادي المفروض يبقى عارف هو واقف فين، عليه ايه التزامات ويقدر يعمل ايه. يعني انت داخل في منطقة كلمة شركة كرة قدم. بالظبط. فانت كشركة كرة قدم مطالب بايه؟ ان انت بتعلن ميزانيتك، بتعلن مصروفاتك، بتعلن ارباحك، بتعلن خسائرك، بيبقى كله فيري كلير. بالظبط. وده انه اتفضل. ان الانديه تابعه لوزاره الشباب والرياضه، فالمفروض بيتم تفتيش عليها على وضعها المالي. حلو قوي. طب ما نبتدي صح كلامنا بقى، نبتدي على الدوريات الاكثر ربحا مثلا من حيث صفقات اللعيبه في 22. احنا عندنا في الانتقالات اللاعبين الدوريات الاكثر ربحا في انتقالات اللاعبين في 2022. الاكثر ايرادا الدوري المصري. الدوري المصري ايرادا. وثاني اكثر ربحا الاكثر ربحا الدوري المغربي. الدوري المصري هو الدوري المصري الأكثر إيرادا عامل 11.2 مليون دولار مبيعات لاعبين. طبعا احنا نقدر نفسرها لأنه منهم 4 مليون دولار باقي صفقة مصطفى محمد، مليون دولار صفقة مصطفى فتحي للتعاون السعودي، وعندنا في 2 مليون دولار لبدر بنون من قطر القطري، وتقريبا 2.5 ل 3 مليون دولار انتقال اليو بادجي لإنيان الفرنسي، وبعض الحاجات يعني احنا وصلنا كده تقريبا ل 10 مليون دولار وبعض اللاعبين الآخرين. فبالتالي احنا شوف قلنا 4 أسماء عملوا 10 مليون. شوف الموضوع بسيط ازاي حضرتك. لاعب واحد يعني 4 مليون دولار اكتر من 120 مليون جنيه. فهنا يعني انت الدوري المصري تاني دوري، اعلى دوري من حيث الربحية في صفقات اللعيبة بعد الدوري المغربي. اعلى دوري من حيث الايرادات، وثاني اعلى دوري بعد الدوري المغربي من حيث الربح المالي. لان احنا برضو اشترينا عدد لعيبه بحوالي 5 مليون دولار، فبالتالي الربح بتاعنا 6.1 مليون دولار. الدوري المغربي اشترى لعيبه ب 800,000 بس، ب 800,000 دولار، وبايع لعيبه ب 9 مليون دولار، فبالتالي عنده ربح اعلى. هي ارقام صغيره قوي برضو، لكن برضو يعني بدايه نجاح. دوريات عربيه طيب اللي صرفت على عقود اللعيبه بشكل رهيب، اعتقد الدوري السعودي بقى اعلى دوري في العالم. بالطبع الدوري السعودي محافظ على مكانه انه اعلى دوري من حيث الانفاق على ضم اللاعبين. الدوري السعودي السنه
اللي فاتت 2022 وقبل قدوم رونالدو وقبل الصفقات الضخمه اللي جايه، كان عدد قيمه اللاعبين يتم الشراء بيها حوالي 50 مليون دولار. بعد منه الدوري الاماراتي 22.4، ثم الدوري القطري 17.8 مليون دولار. ودي ارقام بتوضح لك انه في فوارق كبيره. احنا صارفين 5 على ضم لعيبه، هم الثالث صارف 17.8. طيب انا كنت كمان عايز اسمع على الانديه العربيه في افريقيا، يعني الاكثر انفاقا على صفقات اللعيبه، اكتر انديه بقى صرفت على اللعيبه والمحترفه واشترت لعيبه محترفه الاكثر انفاقا يعني. ايوه تمام. طبعا القائمه دي فيها حاجه نقف قدامها، انه فيها ضمن اول 10 الخمس انديه مصريه اللي هم الاهلي والزمالك والاسماعيلي وبيراميدز وفيوتشر. مظبوط. فده يخلينا نقول ان احنا كدوري بتاعنا بيصرف اكتر من الدوريات الاخرى. احنا المنافسات هتبقى عندك الترجي التونسي، الرجاء المغربي، الهلال السوداني، الوداد. ففي النهاية احنا برضو في ليفل مختلف. انا بشكل شخصي نفسي الدوري المصري يبقى ليه هوية. هل احنا عايزين نعمل دوري قوي جاذب للعيبة وعنده ايرادات وانكم تجاري كبير، ولا دوري مصدر زي الدوري المغربي؟ الدوري المغربي فيه ميزة كبيرة جدا، انه دوري كل سنة بيوصلوا لمراحل متقدمة في بطولات افريقيا، وفي نفس الوقت هم محافظين على قوتهم التجارية، انه كل سنة بيبقى الدوري الاكثر ربحا من موضوع انتقالات اللاعبين. الجمهور اتمنى عودة الجماهير، لانه الوجود الكامل للجمهور ده هيفرق في شكل وقوة منتج الدوري المصري. احنا عندنا صناعة قوية، عندنا المكونات اللي تخلينا نبقى في منطقة أفضل كتير جدا. عندنا جمهور شغوف جدا بكرة القدم ومحب لكرة القدم موجود بكثافة، عنده الرغبة في حضور المباريات. عندنا إمكانيات نقدر نطور فيها بالنسبة للعيبة والمدربين والحكام. عندنا الشغف بتاع الناس شيء مش طبيعي. طب عبد الرحمن، الأندية الأكثر ربحا بقى مين؟ أكتر أندية عرفت تكسب في 2022؟ طبعا الهلال السعودي في المقدمة، وهو محافظ على الرقم بتاعه من السنة اللي فاتت. عامل ربح حوالي 18 مليون دولار، رقم ممتاز. بعد كده حاجة هنقف قدامها، الوداد المغربي. الوداد المغربي عمل تقليص للمصروفات بتاعته وخلاها 8 مليون دولار فقط. 8 مليون دولار فقط. الفريق اللي وصل نهائي دوري أبطال أفريقيا ميزانيته 8 مليون دولار. بالمقابل الإيرادات بتاعته وصلت ل 18.5 مليون دولار. اوكي. فبالتالي بقى عنده 10.5 مليون دولار. يعني حلو قوي. دي فكرة اللي أنا بحكي فيها في الدوري المغربي. أنت إزاي تعمل إنفاق رصين، بلاش الإنفاق المتهور. فكرة إن أنا بدفع كتير علشان أخد البطولة، ممكن أدفع كتير وما عديش أدوار تمهيدية أو دور مجموعات. لازم أبقى عارف بصرف إزاي، بصرف إيه، ولما انتقي لعيبة أحسن انتقاء اللعيبة. فده موضوع مهم جدا ونقطة درس لينا بالنسبة لنادي الوداد المغربي. بعد كده النصر السعودي، ثم الافريقي التونسي. والافريقي التونسي عشان نبقى واضحين اكتر، دي ميزانية سنتين مش ميزانية سنة واحدة. اوكي. بس هم دول الانديه الواضحين معالمهم، لان هم بيشتغلوا بشكل محترف. هم اونلي، مفيش غيرهم. هم اونلي في الوطن العربي كله. دول الاربع الانديه اللي بتشتغل بورق واضح، بشكل واضح، بكل حاجه واضحه. لا، هو الانديه اللي بشكل واضح وعندها كل حاجه واضحه. احنا في التقرير اللي هو في 29 صفحه. ناس كتير بتقول لي كتير قوي، بس يعني
كان في كم غزاره معلومات علشان الناس تفهم الدنيا ماشيه ازاي. وصلنا للنتائج 25 نادي. النتائج الماليه ل 25 نادي، 4 منهم كسبوا و21 ما كسبوش. في انديه نشرت في 21 وانديه وما نشرتش في 22 زي نادي الزمالك مثلا. ونادي الزمالك حابب اقول نقطه عليه، لانه انا الموضوع اتحول عندي لوجهه نظر مش عجباني، فكره المقارنه الدايمه ما بين الاهلي والزمالك، وان احنا نقول لبعض الاهلي ضمن الثاني اعلى خساره في الانديه العربيه وخسران 10.5 مليون دولار. طب ما هو الزمالك ما نشرش ميزانيته، يعني مش موجوده. وتصوري الشخصي بس انت عندك مش موضوع بقى زمالك، انت بتتكلم على موضوع كبير قوي. معظم الانديه مش بس في مصر، في الوطن العربي كله صحيح ما بتنشرش الميزانيه بتاعتها. وده جزء مريب جدا في علاقتها بالفيفا، لان الفيفا جزء من كلامه ان انت لازم تكون بتمتلك ميزانيه واضحه شفافه، ويعني كان بمنتهى الشفافيه في ايراداتها ومصروفاتها ومكاسبها وخسائرها. هو الانديه السعوديه الوحيده اللي كلها بتنشر، لانه في وزاره الرياضه اقرت نظام الكفاءه الماليه، عدد من النقاط يتم منحها لكل نادي اذا حققها يحصل على دعم مالي معين من الوزاره. وكلما قل عدد الايجابيات التي قام بها هذا النادي تتقلص الايرادات الوارده من الوزاره اليه. وبالتالي جميع الانديه بتتسابق ان هي تعمل افضل ما يمكن من حيث الشفافيه والكفاءه الماليه علشان تاخد اكبر قدر مالي. الدعم المالي للانديه السعوديه السنه اللي فاتت من وزاره الرياضه وصل ل 1.4 مليار ريال. والله العظيم بجد، يعني انا مبسوط للناس دي اللي بتفكر وبتشتغل وبتنتج بالمستوى ده. انا كمان ربطتهم بين الانديه الاعلى نموا في الايرادات في 2022، لما الاقي فرقه زي الطائي السعودي متصدره، وانت اللي بعت لنا الكلام ده. ايه ده؟ ازاي ده؟ يعني الانديه الاعلى نموا في الايرادات خلال 2022 الطائي، وبعدين الفيحاء السعودي، وبعدين الحزم السعودي، وبعدين الوداد المغربي، وبعدين الترجي التونسي. ما هو انا يعني بحاول دايما اوصل للناس معلومه ان احنا يا جماعه شوفوا احنا فين، علشان ما يجيش يعدي علينا الوقت والقطر يسبقنا. لا هو سبقنا في المقدمه ما انا مش عايز يفوتنا قوي يعني. لا هو سبقنا وفايت واحنا عايشين بس في الزمالك والاهلي، وده بيعكنن على ده وده بيعكنن على ده. هو بالزبط. ده اللي احنا بقينا فالحين فيه بصراحه. بالظبط. بس الانديه الاعلى نموا، احكي لي الكلمه دي، يعني العنوان ده احكيهولي. الاعلى نموا اللي هو الانديه اللي الايرادات بتاعتها نمت بشكل كبير جدا في ايراداتها، سواء وده برضه معمول في المصروفات، وبرضه معمول في الانديه اللي قلصت مصروفها. يعني انا بحاول هنا اشرح ازاي النادي ده قدر انه يقف على رجله وينمي ايراداته ويقويها، او انه نادي اخر يقلص زي ما شرح، زي ما نادي الوداد المغربي واحد من الانديه اللي قلصت المصروفات بتاعتها. نادي النصر السعودي واحد من الانديه برضه اللي قلصت المصروفات بتاعتها. فده يشرح السياسه الماليه في النادي ايه، انا ظروفي ايه، انا عندي ديون ايه، انا عايز اعمل ايه علشان احقق الهدف بتاعي في ان انا يبقى عندي توازن مالي من خلاله اقدر اعيش في استقرار للموسم اللي جاي والموسم اللي بعده. ما امشيش خطوه بخطوه، يبقى عندي خطه مستقبليه للسنوات اللي جايه من خلالها اقدر اقف على رجلي، واقدر يبقى عندي الكم المالي اللي من خلاله اقدر استقطب لعيبه كبيره واغير الاهداف بتاعتي، اوصل لاعلى اهداف ممكنه. انا عايز اختم بس معاك بنقطه كمان عجباني قوي وانت اتكلمت فيها وعملتها بشكل رائع. الانديه العربيه الاكثر تصديرا للاعبين. ما هو ده فكر محترف، ان انت بس بالضبط. مش بتشتري لعيبه، ده انت بتصدر لعيبه فبتكسب بالضبط. منهم.
انا شفت يعني انت بصراحه عامل شرح رائع، انا اهنيك بصراحه. ربنا يخليك. ما حدش يقول لك غير ويل دان، شغل ناس محترفه بجد يعني. النجم الساحلي التونسي 21 لاعب. صحيح. احنا برضو علشان نشرح حته يعني الناس ما تبقى مدركه انه في بعض منهم لعيبه مش شرط النادي يكون باعها لدوريات اخرى او للاحتراف، ممكن يكون عقده انتهى مع النادي وراح لبلد تاني، يعني مش 100% هو انتقل، ولكن في النهايه النادي ده خرج منه 21 لاعب راحوا احترفوا خارج تونس. ده النجم الساحلي. واتحاد تطوان 14 واحد، 14 الرجاء المغربي 12 واحد، الملعب التونسي 12، الترجي التونسي 12، الوحدات الاردني 10. ده نادي كبير قوي. الهلال الاماراتي 9. الهلال اليونايتد ده برضو يعني للذكر هو نادي مملوك للامير عبد الله بن مساعد اللي كان وزير الرياضه السعودي ومالك نادي شيفيلد يونايتد الانجليزي. ده نادي في الدرجه الثالثه لسه، يعني مش نادي لسه بيبتدي طريقه بس بشكل بالزبط. محترف جدا يعني. بالظبط. اذا دي نقطه مهمه انك تفهم ده الفكر ايه بس. العالم بيتطور بشكل اداري مختلف وبفكر محترف وبشكل كله يعني اجراءات ازاي تكون عارف تكسب بطوله وتكسب فرق وتكسب ايرادات. الموضوع صراع وتحديات كتير قوي غير الملعب بصراحه. يعني انا اعتقد محتاجين مراجعه في المنطقه دي، ازاي نحول مجتمعنا لمجتمع محترف. اصبح صراع كبير ومش هتقدر تعيش في العالم كله الا اذا كنت محترف في صناعتك. صحيح يا كابتن، وانا بقول لحضرتك احنا محتاجين نفوق شويه ونبص على نفسنا احنا فين علشان ندرك الدنيا حوالينا رايحه فين ووصلت فين، وما يجيش اليوم اللي نندم فيه على ده. وان شاء الله يعني احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نكتب ونقول وننصح ومش هنيأس، وانا هفضل اكتب وحضرتك هتفضل تقول. احنا بنحب بلدنا كلنا، وعارف ان كل مسؤول بيحب بلده، وده وقته انه يتكلم، لان احنا عايزين نستعيد الطريق للمستقبل، لان احنا مش في طريق للمستقبل، احنا في طريق مش للمستقبل. هو دي المشكله بتاعتنا. صحيح يا كابتن، وان شاء الله يعني الكلام يبقى ليه صدى كويس والناس تبدا تدرك الامور، ان احنا بنتكلم في صالح البلد. لا نريد اي شيء الا صالح بلدنا اللي تستاهل اكتر وافضل واحسن بكتير من كده. انا موافق الاستاذ عبد الرحمن شويخ، بشكرك. ده كان حوار مهم، عايزين نعرف احنا فين، بنفكر ازاي.